كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بطبخة اللي هي ورق العنب، واكيد هي اكتر الناس بيحبوها وبيعشقوها لهالاكلة. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. اول شي بيلزمني كيلو من الورق العنب. طبعا الورق كمان احنا لازم نسلقهم قبل ما نبلش فيهم. اذا كان الورق عنا كتير تازة فنحنا بس بنحطهم بالقلب مي السخنة ونطالهم، ما بنسلقهم كتير يعني. وبعد ما سلقنا الورقات وحطيناهن على جنب راح نبلش هلأ بالحشوة. طبعا لكل كيلو ورق عنب بيلزمني كيلو رز كمان، حسب نوع الرز اللي انتو دائما متعودين تستخدموه. طبعا عندي هون كيلو من الرز، بعد ما غسلتهم كتير منيح ضفتلهم التوابل. عندي هون ملعقة كبيرة من العصفر، وضفتلهم الملح، وملعقة وسط من الفلفل الأسود، وحمض الليمون، وطبعا منضيف اللحمة. إذا بتحبوا اللحمة تكون هبرة فيكم تضيفوا لها، أو مسقسقة شوي بلية كمان بتعطيها هيك طعمة غير شكل مدهنة تكون. طبعا ضفتلهم كمان الزيت فوقهم. بعد ما ضفت التوابل كلياتهم خلطتهم مع بعض مثل ما لكم شايفين معي. واكيد كل حدا فينا كمان عنده توابل معينة بيستخدموها لليبرق مثل ما قلت. وهلأ انا عم لفهم، وكل حدا فينا عنده طريقة معينة للف اليبرق. في ناس بيستخدموا الآلة، في آلة كمان فينا نستخدمها للف اليبرق. وفي كمان ناس بيستخدموا كيس شفاف بيحطوا عليها الورق وبيشدوها اكتر، بتنشد معهم اكتر هيك باللف. انا ما بستخدم شي، على الايد مثل ما كنتم شايفين متعودة هيك دائما لفهم، هيك باخد راحتي فيهم اكتر. وشايفين الورقات ما اكبرهم بيطلعوا لفهم غير شكل. وهيك بنبلش بلفهم حتى تخلص معنا كل الكمية. وطبعا اليبرق هي معشوقة الكل، وإمتى ما تواجدت هي مرغوبة وطيبة طبعا. وبنستخدمها طبعا، بنعمل هالأكلة بكل المناسبات. إذا كانت عندنا مناسبات فهي أكلة كتير طيبة إذا تواجدت طبعا. بعد ما خلصت أنا لفهم راح صفهم بقلب الطنجرة مثل ما انكم شايفين معي، وراح ضيف لهم الثوم. بعد ما ضفت لهم الثوم كمان راح احط فوقهم التتقيلة، وراح اغمرهم بالمي. ضفت لهم تقريبا لتر من المي حسب يعني. بعد ما ضفت لهم مي كمان راح اتركهم على نار وسط، وتقريبا بياخد معي الورق العنب ساعة او ساعة ونص. نتركهم هيك على نار خفيفة حتى يستووا على اقل من مهلهم. وبعد ما صاروا معي جاهزين طبعا الورقات، شايفين يا جماعة غير شكل. وهلا انا فضيتهم بالطبق التقديم مثل ما لكم شايفين، وزينتهم بالليمون. وهيك انا بكون وصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون نال اعجابكم يا رب. واذا عندكم اي استفسار او اي شي حابين تقولوا لي اكتبوا لي بالتعليقات، وانا اكيد راح جاوبكم. وانطروني بفيديو جديد.